ومن مدريد ينضم إلينا مباشرة وزير العدل عبد اللطيف وهبي. أهلا بكم سيد الوزير. بداية، تعزيز التعاون القضائي بين المغرب وإسبانيا كيف يمكن أن يساهم في مواجهة التحديات التي تفرضها الجريمة المنظمة ومواكبة التحولات الرقمية وإدارة القضايا ذات الطابع العابر للحدود؟ مساء الخير. هو التعاون ليس فقط تعاون قضائي، هو تعاون في مجموع العدالة بكل مكوناتها. قررنا أن نتعاون بيننا وبين إسبانيا، وفي الحقيقة وجدنا الدولة الصديقة التي مستعدة أن تفتح جميع الملفات وكذلك أن تفتح جميع أنواع التعاون بيننا وبينهم. وفعلا في لقائي سواء مع السيد وزير العدل الإسباني وكذلك كاتب الدولة كان لقاء واضحا صريحا، وكنا متفاهمين على جملة من النقط، وقررنا أن نتبادل التجارب وأن نتعرف على تجاربهم، وخاصة في مجال الرقمنة. نعم. وكذلك في مجال تجاربهم في المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية التي هم أنفسهم أعادوا النظر فيها كما أعدنا النظر نحن الآن، وتتم مناقشته في البرلمان. نعم سيد الوزير، أين تكمن أهمية التعاون القضائي الفعال بين الرباط ومدريد في دعم التنظيم المشترك لكأس العالم 2030؟ أولا نحن مشتركين في هذا المشروع، ثانيا أن نحن دولتين جارتين، ثالثا أنه يجب إنجاح هذا العرس الذي سيكون عرسا كرويا، وبناء عليه سيتطلب منا أن يكون هناك مجهود مشترك. وقد تم الاتفاق بعقد اجتماع بيننا وبين الإسبان والبرتغال. في الاجتماع الأول سينعقد بالمغرب، وستعقد لجنة تقنية لتهيئ تصورات مشتركة حتى نكون مستعدين لهذا الحدث لإنجاحه، لأنه سيكون حدث الدول الثلاث وللمغرب دور أساسي فيه. نعم سيد وزير، تحديث مرفق العدالة وتعزيز فعاليته عنصر أساسي لضمان الأمن القانوني وحسن سير الأحداث الدولية الكبرى. عمليا كيف ستعملون على استمرارية التنسيق المشترك مع إسبانيا والبرتغال أيضا لانخراط فعال لمنظومة العدالة في إنجاح هذا الحدث العالمي؟ هو الإسبان اقترح أولا بتبادل جميع الوثائق التي تساهم في بناء رؤية مشتركة لإنجاح هذا المشروع. ثانيا كذلك تبادل جميع التجارب التي تخص المجال الجنائي والمجال المدني، وكذلك إيجاد السبل السهلة ليكون التواصل سريعا إيجابيا ومفيدا ومنتجا. وقد اتفقنا أن نلتقي في المغرب كما قلت لإنهاء هذه التفاصيل، واستطاع حضور كل من وزيرة العدل البرتغال وكذلك وزير العدل الإسباني بالمغرب كالاجتماع لاتخاذ هذه القرارات. إضافة إلى ذلك طلبنا من السادة السفراء، خاصة لا بد هنا من الإشادة بدور سفيرة المغرب بإسبانيا التي قامت بمجهود جبار وإيجابي جدا، أكد مدى قدرتها على تتبع الملفات، على أن يكون مساهمين مباشرة في هذا الموضوع. وبالمناسبة أنا أشكر عن ذلك، وأشكر وزارة الخارجية التي أشرفت عن هذا النقاش كذلك بحضورها بخلال السيدة السفيرة. وأنا أعتقد أن العمل سيكون إيجابي وجدي وسينعكس بشكل إيجابي على إنجاح مشروع كأس العالم إن شاء الله. وزير العدل عبد اللطيف وهبي، شكرا لكم على كل هذه المعطيات. كنتم معنا مباشرة من مدريد.